كثيرا ما تستوقفنا اللوحات الفنية التشكيلية والتي تسحرنا بألوانها وتفاصيلها الدقيقة. ربما نقف أمامها للحظات قصيرة ونطيل النظر إليها والتمعن بها، فقد تؤثرنا الألوان الباردة أو الألوان الدافئة أو موضوعات اللوحات، ونشعر أنها تمتلكنا وتمثلنا وتحاكي واقعنا. في معرضنا اليوم ناس ومدن، تجارب لفنانين ألهمتهم فكرة المدينة أو الأماكن التي عاشوا فيها لحظات من الانفعال والعشق، سجلوها بريشاتهم. من أكثر الموضوعات التي لها نفوذ على الفنانين في العالم هي المدن، حيث يسجل الفنان التشكيلي أكثر اللحظات المفعمة بالدفء والحميمية في حياته. يضم المعرض الجماعي ناس ومدن على الفنانين التشكيليين الفنان محمد مكاوي وجمال مليكة وياسر جعيصة ووائل نور ويوسف مكاوي وطاهر عبد العظيم وفاطمة الروبي، ويحتوي على حوالي 60 لوحة فنية تشكيلية متعددة الخامات والتقنيات والمقاسات والألوان، من الألوان الزيتية والإكريليك على التيوال إلى الألوان المائية على الورق. مدن وشوارع وميادين ومبان تاريخية وطبيعة ريفية ومقاهي بأسلوب تجريدي تعبيري بتجارب عديدة. بين عبق التاريخ الموجود في أزقة ومباني وسط البلد والفن الإبداعي المعاصر بروح تراثية، في معرضنا اليوم ناس ومدن، رسالة فنية تشكيلية معاصرة ومتنوعة ذات بعد ثقافي واجتماعي على المزج بين التراث مع الفن المعاصر، في لوحات تمزج بين المباني والشوارع التاريخية والأثرية مع المدن والتاريخ المعاصر.
دائما ما يستهوي الفنان التشكيلي الكبير الدكتور محمد مكاوي العمارة والناس، تلك العلاقة الحميمية الفارقة في حياة كل إنسان، وهي أيضا علاقة متكاملة وتبادلية، وأشبه بالصداقة الأزلية التي لا تنتهي، لأن المكان يحتفظ بذاكرة من عاشوا فيه حتى وإن رحلوا. يبقى المكان شاهداً على أحداث يوثقها التاريخ. لوحات الفنان الدكتور محمد مكاوي بمعرض ناس ومدن حالة فنية تشكيلية وبصرية ثرية القيمة الجمالية، واقعية المضمون، خيالية التكوين البنائي، بأسلوب تعبيري وتأثيري يحكي ويسرد باللون والحركات والمساحات والإضاءات المتنوعة، مع الاعتماد على توزيع الألوان والإضاءات من إضاءات حسية نابعة من اللون ذاته وعلاقته بالآخر. يعتمد الفنان التشكيلي جمال مليكة في تقنياته على اللقطة السريعة والعنيفة، والتي تعكس قدراته التشكيلية في التعبير مع الحركة السريعة والانفعال الفوري، وتعكس باليتة ألوانه الغنية ثراء فنيا كبيرا، فالألوان الساخنة تتعانق مع الألوان الباردة في وفاق ودي، مع اندفاع مساحات اللون الأزرق الزهري والتي يعكس جمالا وحسا، ينعم بالعمق الوجداني للفنان في التعبير عما يتناوله من أفكار. رصد الفنان التشكيلي جمال مليكة من خلال لوحاته الأحياء الشعبية وأماكن من القاهرة والطبيعة الريفية، مع الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة بأسلوب التبسيط والتلخيص، وينغمس في رسم الحياة والأحياء الشعبية وحالات ورؤى طازجة وحية من واقع معايشته وتجاربه الخاصة، وبأسلوبه التجريدي
والتأثيري في تقديم شوارع القاهرة والزحام وأيضا الأماكن الريفية. يقول الفنان التشكيلي ياسر جعيصة عن لوحاته بمعرض ناس ومدن حول الأماكن والأحياء صعوبة رسم الأماكن والشوارع والمدن والمباني بخامة الألوان المائية الأكواريل. هو قدرة الفنان التشكيلي بالتحكم في كتل مائية مع مراعاة سرعة وجفاف الخامة حتى تخرج في أبهى صورها. في لوحات الفنان ياسر جعيصة تتسم بالألوان المائية الأكواريل بعدة مفاهيم، منها السيولة الشفافية وارتطام الفرشاة بسطح العمل الفني. الألوان المائية منفلتة وتتشرب سطح المسطح الورقي، كما أن اللون الموجود في الباليتا مختلف عن الدرجة اللونية التي يريدها الفنان على المسطح الورقي، مما يشكل إشكاليات لا يسيطر عليها سوى الفنان المبدع الذي تبوح له الخامة بأسرارها.
جاءت لوحات الفنان التشكيلي وائل نور معبرة بصدق عن الأماكن والميادين والشوارع والمباني، ومجسدة لروحها الطبيعية والشعبية وتفاصيلها، وإن كانت تبدو عادية ظاهريا، حيث المشاهد والشوارع والميادين والمناظر التقليدية اليومية، ولكنها في واقع الأمر شديدة التشابك والامتزاج بالأفكار. لوحات الفنان وائل نور بخامة الألوان المائية تجريدية وتعبيرية. يقول الفنان وائل نور إن الضوء لا يقتصر على الإضاءة فقط في لوحاته، فهناك بعض الأماكن تجعل الإنسان يضيء من الداخل وتضفي على روحه طاقة إيجابية، مثل الأماكن والميادين والمباني في وسط القاهرة، مؤكداً أن الإضاءة الخارجية في الشوارع والميادين تجعلنا نرى الأشياء بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على الحالة النفسية والمعنوية. تطرقت لوحات الفنان التشكيلي الدكتور طاهر عبد العظيم بمعرض ناس ومدن للأماكن والحارة الشعبية بالمناطق الأثرية والفاطمية بتراثها المعماري والإسلامي، وإن صاغها الفنان في تكوينات مختلفة وباليتة لونية متناغمة برتوشها وتداخلاتها العميقة الثرية بدرجاتها وإيقاعاتها الممتعة. وأيضا لوحاته بالأماكن الساحلية بمراكبها وأجوائها الرائعة، والتي تجبر على التفاعل معها وإدارة حوارات بناءة مع عناصرها.
رؤية الدكتورة فاطمة الروبي، الأماكن والبيئات القديمة والشوارع والمباني تجذبني وتثير دائما شغفي للرسم، حيث أجد فيها قيما فنية وجماليات إبداعية تتجلى في العلاقات بين الكتل والظل والنور. الفن التشكيلي فن مزاجي يسيطر على حواسك ويخرج الفنان من المشاكل الحياتية إلى عالم الخيال والإبداع بحرية مطلقة. فالفن التشكيلي يحمل طاقة إيجابية وسعادة للفنانين والمتلقين. يقول الفنان التشكيلي محمد الدمراوي مدير القاعة: معرض ناس ومدن خلطة فنية تجمع بين البهجة والجمال من حيث تنوع التجارب واختلاف الأساليب، بانوراما فنية تكشف الكثير من أسرار الحياة في المدينة وتفاصيل مدهشة جذبت عيون ووجدان الفنانين فصوروها بكل جمال وإبداع لما يمتلكه كل فنان من فلسفة ورؤية مختلفة. ومعرض ناس ومدن لمجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين.